تطالب بأن يأخذ القضاء مجراه، ورفضت ما عرض عليها، يعني عرض عليها شيك بمبلغ كبير جدا ورفضته. تريد قيل أنه تعويضات. 400 ألف يورو، هل صحيح هذا المبلغ؟ فعلا، فعلا هذا المبلغ يعني هو الذي عرض على لغة بريول. أنا تحدثت مع عرض عليها من والدتها سعد المجرد، نحن بنقول من طرف محامي سعد المجردي، بمعنى أوكي. من طرف سعد ايه المجرد. نعم أوكي. عرض عليها هذا المبلغ الضخم حتى تتخلى عن القضية، ولكنها لا تريد، لأنه ما حدث هي أنها بعد أن وقع ما وقع واتهمت سعد المجرد بالاعتداء الجنسي والاغتصاب تواصلت معها نساء من المغرب وخارج المغرب. أيوة. قالوا للغة بريول بأنهن تعرضوا للاعتداء الجنسي من طرف سعد المجرد، ما جعل لغة تطالب بحقها وحق هؤلاء النساء اللواتي لا يستطعن أن يتحدثن في العالم العربي عما حدث لهن من طرف سعد المجرد. هذول النساء هل هم طرف في هذه القضية؟ هل تم استدعائهم للشهادة مثلا؟ هناك شهادة من طرف أخذت بعين الاعتبار لشابة مغربية، يعني لم تظهر المحكمة ولا حتى ما يحدث وتحقيقات، لا اسمها، ولكن نعلم بأنها مغربية. هناك قضية أخرى لفتاة بلجيكية تم تسويتها أيضا بالمال. هذه وين الفتاة البلجيكية؟ وين تم تسوية القضية؟ هذه واحدة من الراقصات التي كانت مع سعد المجرد في حفل بتونس. أوكي. وحدث أيضا شيء من هذا النوع بينهما، ولكن تم تسوية الأمر أوكي. بين سعد. هذا غير الأمريكية، القضية اللي في أمريكا. هذا غير صحيح، هذا غير والأمريكية تم تسويتها بالمال أيضا. أيضا وتم الإعلان عن هذا الموضوع قبل سنتين تقريبا أوكي. من الآن، بأن واللي في سان تروبي عنه. سان تروبي على فكرة يعني هناك خصوصية في هذا الموضوع، لأنه سعد المجرد كان حاضر رفقة أصدقاء له من الخليج، كان معزوم عندهم في الجنوب الفرنسي. ما وقع هو أنه كان ممنوع عليه، أتذكر بأنه المحامي اللي كان عنده الملف منع عليه أن يخرج من باريس. سعد المجرد ذهب إلى سان تروبي، تناول للأسف مخدرات، خرج عن السيطرة، ما جعله يرتكب بعض الحماقات التي تمكن الأصدقاء من لمها وجمعها. لكن هل هي حماقات أم جرائم؟ لا تعتبر حد الجريمة، ولكنها تقريبا بالنسبة لي، على فكرة، تعامل المرأة الفرنسية مع تصرفات الرجل مختلف تماما عما نقوم به في العالم العربي، بمعنى أنه إذا قمت بلمس الأوروبية أو الفرنسية وهي لم تعطيك حق أن تلمسها، فهذا بالنسبة لها اعتداء. هذا عالمي، هذا عالمي، الموضوع عربي وعالمي المفروض يكون هذا. ما في فرق صراحة في هذا الموضوع. طيب المتوقع الآن القضية مستمرة إذن